السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا المخالفات اللي كتعلق بالسرعه ياك. المهم، كيف ما كنعرفوا ان الثمن الاصلي ديال المخالفه من الدرجه الاولى هو 700 درهم، ومخالفه من الدرجه الثانيه الثمن الاصلي ديالها هو 500 درهم، ومخالفه من الدرجه الثالثه الثمن الاصلي ديالها هو 300 درهم. مزيان. ما غاديش ندخل نطرق في ديك الحاله ديال شحال الا خلصتي قبل 24 ساعه شحال كتخلص، بعد 24 ساعه شحال كتخلص من فوق 15 يوم. هذه غادي نخليها ان شاء الله، غنخليها الفيديو الاخر. المهم نهضروا في المخالفات اللي كتعلق بالسرعه. مزيان. نعطوا مثال. نبداو بمخالفه من الدرجه الثالثه. مخالفه من الدرجه الثالثه الا تجاوزتي السرعه ما بين هاد الصفر هذا نساو ياك، ما بين 1 و 19. الا تجاوزنا السرعه المحدوده ما بين 1 و 19، نعطو مثال. انا غادي في المدينه، السرعه المحدوده في 60، انا غادي ب 79. بشحال تجاوزت السرعه المحدوده؟ تجاوزتها بشحال؟ ب 19. ديك الساعات كتدخل في مخالفه من الدرجه الثالثه ياك، ولكن ما كتاديش لخصم النقاط. صافي. مزيان. ندوزو دابا مخالفه من الدرجه الثانيه. مخالفه من الدرجه الثانيه الثمن الاصلي ديالها شحال قلنا؟ مخالفه من الدرجه الثانيه الثمن الاصلي هو شحال؟ هو 500 درهم. مزيان. نعطو مثال. انا غادي في الطريق السريع اللي هي السرعه محدوده ب 100. كلشي حنا كنعرفوا ان الطريق السريع السرعه محدوده في 100. انت غادي ب 120 ولا غادي ب 125 ولا غادي ب 129. مزيان. الا كنا غادي ب 125، بشحال تجاوزنا السرعه المحدوده؟ تجاوزناها ب 25. وفعلا 25 كتندرج ضمن 20 و 29، يعني كتعتبر مخالفه من الدرجه الثانيه. كتأدي هادشي كيأدي به الخصم جوج النقاط. واحد التدخل بغيت ندير هنايا. بالنسبه الا تحط لكم السؤال قال لكم انا غادي في الطريق السريع ياك، وتجاوزت السرعه المحدوده ب 20. صافي، يعني قال لكم انا غادي في الطريق السريع وغادي ب 120. شوف، الا بانت لكم غادي في الطريق السريع وتجاوزتي السرعه المحدوده ب 20، بحال هكا بانت لكم ب 20، هذه راه ما كتاديش لخصم النقاط. صافي، راه المشرع راه صحح لينا هذه الحاله هذه. قال لك اودي الا كنتو غاديين في الطريق السريع غاديين ب 120، فديك الساعه كتعتبر مخالفه من الدرجه الثانيه، ولكن ما كياديش لخصم النقاط. الا فتي 20 هي فاش كيادي لخصم النقاط جوج النقاط. هي الا كنتي غادي 120 في الطريق السريع فراه ما كيمشي لك حتى شي نقطه، ولكن كتندرج في مخالفه الدرجه الثانيه. صافي. مزيان. مزيان، هذه باينه. ولكن ان فوا تفوت 20 ديك الساعه كيأدي لخصم جوج النقاط. صافي، راه بجوج بهم هادو كتعتبر مخالفه من الدرجه الثانيه. غير هو الفرق اللي كاين، الا فتيها ب 20 ما كيأديش لخصم النقاط، ولكن كتخلص مخالفه من الدرجه الثانيه. ولا فتي 20 فراه كتعتبر مخالفه من الدرجه الثانيه وكيأدي لخصم جوج النقاط. مزيان. نمشوا المخالفه من الدرجه الاولى. مخالفه من الدرجه الاولى قال لك الا فتي 30 الى 49، يعني انا غادي في الطريق السريع السرعه محدوده في 100 وانت غادي ب 130 135 137. صافي. الا مشيتي ب 137 في الطريق السريع بشحال فتي السرعه المحدوده؟ فتيها ب 37، وفعلا 37 كتندرج ضمن 30 و 49. مزيان. هذه كتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى، كيتخصم لينا فيها شحال ديال النقاط؟ 4 ديال النقاط. مزيان. الا تجاوزتي السرعه اكثر من 50، هذه ردوا معنا على بالها مزيان وركزوا. دابا انا غادي في الطريق السريع ولا غادي في المدينه ولا غادي في الطريق السيار، تجاوزنا السرعه ب 50، يعني فتي السرعه المحدوده. بحال دابا انت غادي ب 120 فتي السرعه المحدوده ب 50. صافي، بحال قلتي غادي انت غادي ب 180 غادي ب 190، يعني فتي 50. صافي، فتي 50، يعني تجاوزتي السرعه المحدوده ب 50. مزيان. الا تجاوزتي السرعه المحدوده ب 50 كيلومتر في الساعه فراه هذه كتعتبر شنو؟ كتعتبر جنحه. صافي، جنحه كيتخصم لك فيها شحال؟ 6 ديال النقاط. صافي، جنحه كيتخصم لينا فيها شحال؟ 6 ديال النقاط. وكنخلص غرامه ماليه كتراوح ما بين 4000 درهم الى 8000 درهم، يعني كتراوح ما بين 4000 درهم حتى 8000 درهم، وكتعتبر جنحه. ردوا مع البال. وكيتم التوقيف ديال رخصة السياقة، يعني كيوقفوا لي البيرمي من شهر إلى 3 أشهر. مزيان.
في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة، يعني عاود درت ديك المخالفة ديال الجنح، عاود درتها داخل أجل ديال سنة، صافي، يعني درت ديك المخالفة، عاودت ديك الجنحة عاودتها في داك العام بالضبط، ديك الساعات غتولي حاجة أخرى. ديك الساعات يقدروا يعاقبوك بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وغرامة مالية كتراوح ما بين 10,000 درهم حتى 15,000 درهم. صافي الشباب، مزيان. الفيديو ان شاء الله الجاي غادي نطرقوا لهذه المخالفات السرعه، وغادي نحددوا الى خلصتي في النهار، يعني قبل 24 ساعه ومن بعد 24 ساعه، والى دازت عليها يعني الى دازت عليها يعني 24 ساعه الى حدود 15 يوم، ولا تجاوزت 15 يوم. صافي ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نطرقوا لهذا الشيء كامل. و يستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله.